حقن التخسيس واضرارها. الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي حقن التخسيس بتشتغل على جسمي، وعرفنا ان هي شغاله على المعده وعلى المخ. علشان نعرف اضرارها تعالى نحكي لكم قصه بسيطه. تجربه اتعملت في جامعه اوكسفورد عن الناس اللي ماشيه نظام غذائي بحقن تخسيس والناس اللي ماشيه نظام غذائي فقط. لقينا ان الناس اللي ماشيه بحقن تخسيس مع النظام الغذائي خست 15% اكتر من الناس اللي مش بتاخد الحقن، ودي حاجه متوقعه لان دي انا باخد حقنه شبع بتقفل لي الشهيه تماما. بس للاسف الشديد لقينا بعض الحالات بيحصل لها حاجه اسمها شلل معدي، ان الريسبتور اللي موجود في المعده بيرتبط فوريفر بالاجونست اللي انا باخده بالحقنه، فبيحسسني دايما ان المعده مليانه، فبيحصل حاجه اسمها شلل معدي، بيبقى فيه سوء هضم وامتصاص، وممكن بعد كده يحصل شلل معدي. ده حصل في حالات بسيطه وممكن تكون حالات مش كتير ولكن حصلت. بالاضافه كمان في التجربه لقوا ان في حالات مش بسيطه حصل لها التهاب حاد في البنكرياس. فعلشان كده بنقول وبننبه ما تاخدش حقن تخسيس من نفسك، وخدها تحت اشراف طبي، ولازم نعمل التحاليل المطلوبه اولا عشان اشوف هل اقدر انا اخد حقن التخسيس بانتظام ولا لا، واخدها لفتره قد ايه عشان ما يحصليش مشاكل من الشراهه في اخدها. الناس بتاخدها اكنها سبرينه بتتاخد على مدار اليوم.